السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا بشتغل الشغل اليومي العادي بتاعي، بس كانت العين دي بصراحة ماسكة قوي، مش عايزة تتشال من مكانها. يعني القرص اللي هو المعدن اللي هو بيتشال من مكانه، اللي هو اللي بيبقى هنا ده، مش عايز يتشال، لازق في دي. طب اعمل ايه علشان اشيله؟ انا قلت بقى افتكر ان انا اقول لكم برضو المعلومه دي عشان تبقوا عارفينها. ولعت البوتاجاز وسبت العين شغاله شويه كده على الهوا، يعني مفيش حاجه عليها، بحيث ان هي تسخن. اما تسخن تبصي تلاقي العين لفت معاكي، تلفيها كده تقوم طالعه معاكي. انا هبقى اعملها لكم مره تانية اذا لزقت تاني. ما تفهميش هي الحته دي بتلزق دايما ليه. يعني احنا بنشيل العيون وبنشيل الحاجه بنغليها في الميه وكل حاجه، بس بتلزق على طول. طبعا العين اللي هي مش الكوشه، يعني مش دي، مش الكوشه دي، لا اللي تحتها، اللي تحتها بتبقى اللي هي دي بتبقى ألمونيا. الألمونيا دي انا كنت بعملها في ميه سخنه، واحط عليها ملح ليمون وكربونات وحاجات كده عشان الحاجات دي تطلع، بس للاسف دي كلها بتخليها لونها يغير وتطوس وتغمق وتبقى شكلها وحش قوي. فهي الألمونيا ما بتتعملش بالملح الليمون وكربوناته نهائي. تمام. طيب هنا ده ستانلس. الستانلس هو اللي ممكن يتعمل بالكلام ده. طب ايه اللي عندي ده؟ انا بقى اما جيت اعمله قلت لازم اقول لكم على المعلومه دي برضو. طبعا احنا قلنا اول معلومه اللي هي العين الكوشه اللي هي دي الالمونيا دي، لما تلزق ما تطلعش من مكانها، نسخن العين كويس ونقوم لفينها، نقوم لفينها كده كده كده، هتبصي تلاقيها طلعت معاكي. تمام. طيب دي بقى ال 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 يعني السواد اللي مش عايز يطلع ده، اعمل فيه ايه عشان اطلعه؟ طبعا انا دعكت بالليفه اللي هي دي السيراميك اللي هي الخشنه، ما بيطلعش. اعمل ايه؟ فقمت طبعا في مكونات في السوق ومش عارفه ايه كلام من ده غاليه. احنا عندنا المكونات دي في البيت ممكن نعملها. هو برضو ملح الليمون، وطبعا انتوا شايفيني رشاه اهو، رشه ملح الليمون اهو. انا برش على ملح الليمون ايه، انا برش الحاجه كمان اللي تفور المكان، وهو الكربونات اهو. شايفين الفوران؟ انا بقى اول ما شفت الفوران ده قلت لازم اوريلكم المنظر اهو. انتي ترشي كده الكربونات وعلى ملح الليمون اهو، نفس المنظر اللي بيجي لكم في الرش اللي بيرشوه ويقول لك بينضف البوتاجاز بسرعه، هو نفس الرش. انا طبعا رشيته هنا فلقيته عمل الفوران، قلت اوريه لكم برده. وننضف البوتاجاز بمنتهى السهوله. بعد شويه هتبصي تلاقي الدنيا ما شاء الله تمام. اول ما بترشي على ملح الليمون تلاقي ايه، تلاقي بدأ الفوران ده بقى يا جماعه هو اللي بيقب السواد ده وبيطلعه. تمام. لكن دي ما ينفعش، دي صاج، دي ما ينفعش نعمل فيها حاجه، دي اصلا عايزه تتغير لانها اتكسرت اصلا. الراجل انا جبته عشان يغيرها لي، نسى يجيب دي معاه وغير الحاجات التانية وساب دي. فبالتالي لما بتلزق اجي اشيلها ابص الاقي دي تطلع معاها هتتكسر. فربنا يسهل كده لحد لما اجيبه تاني ويجي يغيرها لي باذن الله. لكن الاساس اللي احنا شغالين بيه احنا بننضفه، لكن ملناش دعوه بدي ولا دي، لان دي مكان الغاز اللي بيطلع منه الغاز، ما ينفعش ان احنا نعمل فيه حاجه علشان ما يتسدش. احنا بنعمل بس خارجي كده. تمام. هنشوف بقى هينضف ازاي بعد بعد ما تركتها بقى عليها ربع ساعه، ورشيت شويه بريل كمان عشان يحاولوا يوصلوا الكربونات طبعا البريل انتوا عارفين ان هو ما شاء الله محطوط له كل حاجه، محطوط له صودا ومحطوط له كل المكونات، وحتى الملح اللي محطوط فيه برده، فبيفور زياده. فانا سبته عليه بقى شويه. بصوا ما شاء الله بيطلع بقى ايه السواد ده بالراحه، يعني ما بيتعبكيش كمان في الطلوع. بيقشر بقى معاكي. تمام. هتقشريه بقى، بس طبعا تحافظي على ايدك. هتبصي تلاقيه بقى طبقه خارجيه. انا مش مالكه ان انا اوريكم، هنطلع بسرعه على فكره اهو، شايفه؟ بس طبعا بعيد عن ايدك، بعيد عن حافظي ان انت ما تعوريش وانت بتعمليه. تمام اهو.
وبعد كده السلكه بقى بصي تلاقيه طلع معاكي وبسرعه كمان من غير اي تعب. بصوا هو بيقشر اهو، بصوا اهو. عايز بس ايه ان انا اتحكم فيه. طبعا هو ما كانش بيتعتع من مكانه يا جماعه. الملح الليمون والكربوناتو ما شاء الله عليهم بصراحه، بيسرعوا كل حاجه صعبه، بيسرعوا طلوعها، بيتخللوا بيفوروا كل حاجه، بيفوروا كل الدهون الناشفه دي بتطلع بسرعه. بس تتركيه عليها ربع ساعه ولا حاجه. يا سلام بقى لو حطيتي شويه ميه كده سخنين مع وانت بتحطي ملح الليمون يعني بعيد برضو عن هنا، يعني هنا كده بس. تبصي تلاقيها طلع معاكي وبسرعه جدا. اخلصها بقى اوريها لكم هتبقى عامله ازاي. اهي بعد ما خلصت طبعا شايفين السواد طلع اهو. طبعا السواد ده اصلا ناعم، ده السواد ده اللي هو حرق الستيل نفسه ما بيطلعش. لو حد عنده طريقه، بس هو خلاص يعني هو حتى هو يعني هو لون، هو حتى لو طلع مش هيديكي نتيجه اصلا يعني، لان هو لون خلاص الستيل غمق. تمام. بس السواد اللي حواليه خلاص كله طلع. وحاولوا دايما ان انتوا بتطلعوا الحاجه تستنوا لما تقشر عشان تبقى طلوعها سهل. تمام، تستنوا عليها شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.